نظمت جامعة طنطا ندوة تعريفية حول بنك المعرفة المصري، وقدم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة الدكتور عبد العزيز عبد الدايم شرحا تفصيليا عن البنك، موضحا أن هذا المشروع يسعى إلى توحيد الاشتراكات بالدوريات وقواعد البيانات الدولية وإتاحة مصادر المعلومات والأبحاث والدراسات العلمية على المستوى الوطني من خلال بوابة إلكترونية موحدة. إن المبادرة دي فعلا رشدت النفقات على الحصول على المعلومات، بمعنى ان في السابق كان كل مؤسسه في مصر لها اشتراكها الشخصي او منفرد، وبالتالي الجامعات كان لها اشتراك منفرد كنا بندفع فيه مبالغ كبيره جدا، والمراكز البحثيه نفس الطريقه، مكتبه الاسكندريه، الوزارات اللي فيها بحث علمي زي الصناعه والبترول وغيرها. النهارده الحمد لله الفكره رائعه جدا ان هو وحد تلك الجهود ان هي تبقى في اتجاه واحد، وده ادى فعلا ان دور النشر العالميه لقت ان ده عرض كويس جدا، وبالتالي ادت عروض بمبالغ اقل بكثير جدا من اللي كنا بننفقها.